بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة أوجهها إلى معالي وزير التربية. أولا أتمنى لك التوفيق والسداد، وأتمنى أن ربي يسخر لك من عباده الصالحين البطانة الصالحة. يا معالي الوزير، بما أني أنا اشتغلت في المجال التربوي ولامست الواقع التربوي، ودي أعلق على قرار إنهاء خدمات 1800 معلم ومعلمة. يا معالي الوزير، إحنا ما إحنا ضدك ولا نلومك، قد تكون تقصد في هذا القرار المصلحة العامة ومصلحة الكويت، لكن قرار مثل هذا يا معالي الوزير لا يتخذ هكذا، ما يجي مثل السيف الحاد الذي يجتث الخضر واليابس. وأنا في هذه الرسالة ما راح أتكلم عن الحالات الإنسانية، راح أتكلم من الواقع التربوي ومن منطلق خبرتي لما كنت أدخل على المعلمات أو في بعض الأقسام اللي فيها 20 أو 25 معلمة، ما بين كويتية وخليجية وبدون ووافدة. ممكن أطلع من القسم اللي يتكون من 20 أو 25 معلمة 3 معلمات أو 4 بالكثير ممتازين، و4 ماشي حالهم، والباقي مستواهم وسط أو أقل من الوسط، ويحتاجون للخبرة ويحتاجون للي يعلمهم ويوجههم واللي يدخلون عليه ويتعلمون منه. وال1800 معلم اللي انهيت خدماتهم يمكن يكون فيهم الربع على الأقل ممتاز، وفي بعضهم خبرتهم بس 18 أو 19 سنة، ولو سألت عن تقديرهم تلقاه 98 و99، وهذا التقدير أكيد ما جاء من الفراغ، هذيلي حرام يطلعون من وزارة التربية. وفي معلمين في نفس التخصصات استثنيتوهم من قرار إنهاء الخدمات في المناطق التعليمية الأخرى، وفيهم ناس خبرتها أكثر من 25 سنة. فمن الأفضل أنك تنهي خدمات اللي كملوا 25 وأكثر، وتخلي اللي صار لهم 18 و19 سنة وبناء على تقديرهم تنقلهم إلى هذه المناطق التعليمية بدل ما تنهي خدماتهم، واختار منهم الأفضل حسب التقدير وحسب رأي الإدارات وحسب رأي التوجيه. فبدل ما يطلع اللي صار له 18 و19 سنة خبرة، طلع اللي صار لهم 25 و30 سنة خبرة، واختار الأفضل من هؤلاء وخلهم مرجع في مدارسهم وفي أقسامهم يستفيدون منهم المعلمات الجدد والمعلمات حديثي التخرج. وأتمنى يا معالي وزير التربية أن تكون رسالتي هذه لها تقدير ووقع لديكم، وتوقف هذا القرار ولو لعام واحد لحين دراسة سلبياته وإيجابياته، ثم تنفيذه بشكل يخدم هذا البلد وأبناء الوطن. وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.